أن الأزمة سوف تقف عند هذا الحد؟ لا، بالنسبة لنا نحن وكما أوضحنا في البيان الصادر اليوم عن الحكومة الصحراوية، إقدام المغرب على هذا الخرق الجديد هو إعلان انهيار الهدنة وإنهيار وقف إطلاق النار. وبالفعل الحرب بدأت في الصحراء الغربية، وجيش التحرير الشعبي الصحراوي فتح النار مباشرة بعد خرق القوات المغربية في منطقة القرقرات من 3 نقاط، ولكنه أيضا فتح النار على قواعد مغربية على طول الجدار العسكري المغربي. وبالنسبة لنا وقف إطلاق النار ينتمي إلى الماضي، والشعب الصحراوي قرر فتح صفحة جديدة من نضاله الوطني. لقد راهنا سنوات طويلة على التسوية السلمية وعلى مخطط التسوية، وكنا نأمل بأن الأمم المتحدة تكون قادرة على إرغام المغرب على الالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام الأمم المتحدة وأمام العالم من خلال السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره عن طريق الاستفتاء. ولكن الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية المينورزو فشلت فشلا ذريعا في تأدية مهمتها في تنظيم الاستفتاء، فشلت في حماية حقوق الإنسان، إذ يعذب الصحراويون ويرمى بهم في السجون المغربية أمام مرأى ومسمع منهم، والآن يتركون الحبل على الغارب بالنسبة للمغرب لمواصلة نزيف استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي. وفي هذا الإطار تدخل ثغرة القرقرات غير الشرعية. الحرب بدأت بالفعل في الصحراء الغربية، والشعب الصحراوي أعلن عن ذلك، ويجب وصلت الفكرة، ويجب أن نكون حقيقة في مستوى قراءة الموقف الحقيقي للشعب الصحراوي، وما نجده من حملة تعبئة ويقظة وحماس لدى الصحراويين وفي كل مناطق تواجدهم من أجل الانخراط في هذه الصفحة الجديدة التي لا يمكن أن تكلل إلا بالاستقلال الوطني. ابقى معي. فيما عدا ذلك ابقى معي أستاذ عبد الرحمن. الضيف المغربي فلن أقول أكثر من أنه كل إناء بما فيه ينضح، لا أكثر ولا أقل. طيب ابقى معي، أريد أن أسأل أيضا ضيفي من واكشة